الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معيد الجمع والأعياد وناصر الأمم والأجناد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين. المؤمنون أيها الأعباء الإخوة الأحباب، يلبسها قبل أن ننتقل إلى الموضوع الساخن لا بد من التنويه حسب التقليد إلى أن المسلم إذا قال الله أكبر وهو يطيع مخلوقا ويعصي خالقه، لأنه رأى خطأ أن طاعة هذا المخلوق أكبر من طاعة الله، فهذا المسلم ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه 1000 مرة. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، العولمة كما يريدها ويروج لها دعاتها لا تعدو أن تكون تعبيراً معاصراً عن نزعة تسلطية قديمة صاحبت كل قوة غاشمة على مدى التاريخ. إنها تضفي طلاء من الذهب على الأغلال الحديدية، وتتوارى خلف أقنعة زائفة من العبارات الجذابة والشعارات البراقة كالعدالة والديمقراطية والحرية والسلام العالمي والتعايش السلمي وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، فهي علقم قديم في آنية جديدة. ولعل من أبرز مظاهر هذه العولمة انهيار السدود بين الحضارات والثقافات وفرض الهيمنة الغربية في مختلف المجالات سياسة واقتصادا وإعلاما وفكرا، توطئة للاستيلاء على ثروات الشعوب وشل قدراتها الوطنية ومسخ هويتها وخصوصياتها الحضارية، وتحويل أسواقها المحلية إلى أسواق استهلاكية تفتح الأبواب على مصاريعها أمام الشركات الأجنبية لترويج منتجاتها وتراكم أرباحها. أيها السيد الرئيس، لقد قلت في مؤتمر القمة الإسلامي في الدوحة: ديننا الإسلامي الحنيف دين الأخلاق ودين العدل ودين المحبة، الذي تم تشويهه إعلامياً وتثقيفياً وتربوياً ليغدو دين القتل والتطرف والإرهاب. فكلما حدث اضطراب في منطقة ما من العالم وجهت أصابع الاتهام للإسلام، ولو لم يكن للمسلمين وجود في تلك المنطقة. وكل عملية تخريب أو عمل إرهابي منفذه مسلم حتى يثبت العكس، وغالباً ما يثبت العكس، أما الاتهام فيبقى كما هو. إن علينا أن نعزز الدين الإسلامي الصحيح عقيدة وسلوكا، ففيه تحصين للإسلام والمسلمين وإضعاف لأعدائهم،
وهذا يبدأ بمكافحة وتجنب كل الممارسات الشاذة الناجمة عن فهم خاطئ للدين والتي تسيء إليه بشكل مباشر وتعطي الآخرين من أصحاب النيات السيئة الحجة والمبرر لوصف الإسلام بشتى الصفات السلبية واللا إنسانية. جزاك الله خيرا أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات. من مسلمات الإيمان الحق أنه لن تستطيع قوة في الأرض مهما طغت وبغت أن تفسد على الله هدايته لخلقه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن الله جل جلاله يسمح لهؤلاء الأقوياء أن يهددوا ليمتحن إيمان المؤمنين. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ينبغي ألا نقلق على هذا الدين لأنه دين الله، ولكن ينبغي أن نقلق على أنفسنا فيما إذا سمح الله لنا أو لم يسمح أن نكون جنودا له. ولكن إذا هان أمر الله علينا هن على الله. أيها السيد الرئيس، أنت ممن مكنه الله في الأرض، وإنجازاتك وطموحاتك لا تغيب عن أحد، فقد أتاح الله للممكنين في الأرض من الأعمال الجليلة ما لم يتح لسواهم من الملايين المملينة. وكلما ارتفع موقع الإنسان اتسعت دائرة رؤيته وكثرت أمامه فرص الأعمال البطولية. فبجرة قلم يحق حقا ويبطل باطلا ويقر معروفا ويزيل منكرا ويدعم حرا مخلصا ويبعد فاجرا منافقا. وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. وكلما ارتفع موقع الإنسان ازدادت مسؤوليته عند الله. فأنت أيها السيد الرئيس أثقلنا حملا. لذلك يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: لو أن لي دعوة مستجابة لادخرتها لأولي الأمر لأن في صلاحهم صلاح الأمة. لهذا ندعو لك من أعماق قلوبنا أن يعينك الله على قيادة السفينة وسط الأمواج المتلاطمة إلى شاطئ السلامة، وأن يجري الله الخير على يديك، وأن ينفع بك البلاد والعباد، وأن تكون ناصرا لدينه قويا على أعدائه وخصومه، وأن يمتعك الله بالصحة والقوة أنت وأهلك وجميع من يعينك على أداء رسالاتك وتحقيق طموحاتك. يا رب، أنت غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. فحاشا يا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك، وأن نذل في عزك، وأن نضام في سلطانك. فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقك فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونك إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، عندئذ نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. ولا تجعلنا يا رب ممن هان أمر الله عليهم فهانوا على الله،
اللهم أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين.